السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف على الأمة من الأئمة المضلين أشد وأكثر من خوفه على الأمة من المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال هيجي مكتوب على جبينه كافر، ويأتي بأمور خارقة للعادات ويقول أنا ربكم وأنا إلهكم، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت. ومع ذلك كان خوف سيدنا النبي على أمته من الأئمة المضلين أشد من خوفه على أمته من المسيح الدجال اللي هيأتي بأمور خارقة للعادة. طيب ليه خوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة من الأئمة المضلين كان أشد من خوفه على الأمة من المسيح الدجال؟ لأن الإمام المضل بيأتيك في صورة عالم أو شيخ أو داعي أو شخص ملتزم في إن هو بيدعوك إلى الله سبحانه وتعالى، وبيحط لك السم في العسل، وهو بيلبس عليك دينك وبيفتنك وبيضللك، وبيحاول يحلل لك الحرام ويحرم لك الحلال، ويحاول يخرب عقيدتك وعباداتك. عشان كده إبليس لما جه يغوي سيدنا آدم ما قالوش أنا عدوك ولا أنا ولا لا، ده قال له أنا ناصح لك سأدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. أنت عارف الشجرة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لك ما تقربش منها، دي لو أكلت منها هتخلد، ولو كلت منها كمان هيبقى عندك ملك لا ينتهي أبدا. فآدم عليه السلام لما إبليس أقسم لهما بالله ظن أنه ناصح وأنه لن يكذب، فأكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما. عشان كده احذر من الأئمة المضلين الذين يأتونك بالخرافات ويريدون أن يلبسونها ثوب الشرعية. يخرج واحد بزي العلماء وبزي المشايخ ويقول لك لقد أديت عمرة عن أم النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بتبين لنا ان انت احن وابر واعطف على ام النبي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا اخي كفاكم ضلالا واضلالا. ده لم يرد لا في صحيح ولا في ضعيف ولا في مكذوب ولا في حديث منكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عن امه او عمل حجة عن امه او عمل حجة وعمرة لامه والابوه. والتاني يقول لك ايه بقى؟ الناس اللي بيتكلموا في حديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه وعدم إذن الله سبحانه وتعالى له في الاستغفار لأمه، هم فاهمين الحديث غلط ومش فاهمين شرح الحديث. إنما لو فهموا شرح الحديث هيعرفوا إن ربنا سبحانه وتعالى رفض يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم للنبي أن يستغفر لأمه لأن أمه آمنة لم تقترف إثما ولا ذنبا. يا فقيق، ما شاء الله، ما شاء الله على الفهم، وما شاء الله على الدراية، وما شاء الله على العلم. ربنا سبحانه وتعالى لما سيدنا النبي استأذنه وقال له يا رب أنا بستأذنك أستغفر لأمي، فربنا قال له لا، لن أأذن لك في الاستغفار لأمك. ليه؟ عشان أمك لم تقترف إثما ولا ذنبا، فلذلك لا تحتاج الاستغفار ولا في حاجة أبدا الاستغفار. طب سأستغفر لها لرفعة درجتها في الجنة، لا لا لا، برضو مش محتاجة الاستغفار. يا أخي اتق الله، كفاكم ضلالا وإضلالا وكفاكم جهلا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر في المجلس الواحد كما ورد في بعض الروايات أكثر من 70 مرة، وفي بعض الروايات 100 مرة، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وصاحب المقام المحمود، وصاحب الشفاعة العظمى، وأول من يقرع حلق الجنة، وأول من تفتح له الجنة، وهو صاحب الكوثر. وكان بيستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة وأكثر من 70 مرة، وتقول لي إن ربنا لم يأذن له في الاستغفار لأمه علشان أمه لم تقترف إثما ولا ذنبا؟ أنت بكلامك الضال المضل ده أم النبي كانت أفضل عند الله من النبي، لأنها لم تقترف إثما ولم تقترف ذنبا
ولكن النبي اقترف الإثم والذنب، لذلك أذن الله له في الاستغفار لنفسه، ولم يأذن له في الاستغفار لأمه. أيها الجهلاء، أيها الضلال، حسبنا الله ونعم الوكيل. كان الله في عوام الناس. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يكفينا وأن يحفظنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا أخي، ده ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. معذرة، ما كان للنبي والمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستأذن ربه في زيارة قبر أمه، فيأذن له فيزور القبر ومعه بعض أصحابه، ويروي الحديث سيدنا أبو هريرة في صحيح مسلم، فيقول: فبكى وأبكى من حوله. تخيل، سيدنا النبي بكى عند قبر أمه، والبكاء كان شديدا حتى أبكى كل من حوله، فبكى وأبكى من حوله. فقال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. تطلع يا جاهل يا مجهال تقول إن ربنا لم يأذن له في الاستغفار لأمه لأنها لم تقترف إثما ولم تقترف ذنبا. يعني النبي اللي اقترف الإثم واقترف الذنب، عشان كده كان بيستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة وأكثر من 70 مرة في المجلس الواحد. أحد الصحابة يقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي، أكثر من 70 مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. فربنا بيقول لسيدنا النبي: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بيقول للنبي صاحب الكوثر، صاحب المقام المحمود، صاحب الشفاعة العظمى: فاستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وانت يا ضال يا مضل يا مجهال بتقول: لا، ده ربنا ما أذلوش يستغفر لأمه لأنها لم ترتكب إثما ولم تقترف ذنبا، أو لم تقترف إثما ولم ترتكب ذنبا. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي، ابن نوح في جهنم، أبو سيدنا إبراهيم في جهنم، زوج سيدنا لوط في جهنم، عم النبي صلى الله عليه وسلم وجده في جهنم. ايه ده؟ حتى هذا من باب علم لا ينفع وجهل يضر. انتوا ليه بتفتنوا الناس في دينهم؟ علموهم كيف يصلوا، كيف يقرؤون القرآن، كيف يصومون، كيف يؤدون زكاة أموالهم، كيف يؤدون فريضة الحج والعمرة، كيف يعبدون الله بصدق ويقين وإخلاص. انتوا بتثيروا مسائل لا أهمية لها في الدين. أنا كمسلم ربنا مش هيسألني أم النبي وأبو النبي في الجنة ولا في النار، لكن هيسألني صليت الفرائض وحافظت عليها ولا لا، صمت رمضان ولا ما صمتوش، أديت زكاة مالك ولا ما أديتوش، كان عندك المقدرة والاستطاعة إنك تحج وما حجتش. هيسألك في كده. هيسألك ليه أخلاقك سيئة، هيسألك ليه دعيت غيري واستغثت بغيري واستنجدت بغيري وطلبت من غيري، ليه ما دعتنيش أنا، لماذا أشركت بي؟ فأخلص العمل لله ولا تضللوا الناس. كفاكم والله، كفاكم إضلالا ستسألون عن ذلك. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يعصمنا وإياكم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.